مساء الفل والهنا، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام. كل يوم تلات الساعة 7:15 مساء، وموسم 12 تجربة. الموسم ده فيه كل مرة بناخد يعني دراسات معينة أو تجربة معينة اتعملت في علم النفس ونشوف ازاي نقدر نستفيد بيها في حياتنا. وحشتوني من الأسبوع اللي فات، والحقيقة إنه يعني موضوع النهاردة أنا عارفة إن هو هيثير الجدل، وعارفة إنه في ناس كتير هتتحمق، الرجالة هتتحمق والستات هتتحمق، بس إحنا تمام، إحنا هنبقى لزاز ولطف ومفيش حاجة. في الفترة اللي فاتت بنسمع كتير قوي أو بنشوف حالات من التحرش وحاجات، يعني رجالة بتضايق البنات في الشارع وكده. والغريب إنه يعني يبقى فيه ممكن 5 رجالة في الشارع، 10 أوقات 20، ولكن نكتشف إنه بيتفرجوا ومحدش بيدافع عن البنت حتى لو هي بتزعق وبتصوت وبتصرخ. ودي حاجة أصلا أعتقد خلتنا إحنا كبنات بالذات نشعر مش بس بعدم الأمان في الشارع عامة، عدم الأمان اتجاه الرجالة والناس. عشان أنا مش هقول بس إنه إحنا قصدنا نتكلم على إنه الرجالة مش بتدافع، حتى بنتكلم على فكرة على إن البنات تدافع عن بعضها. ومش بكلمكم كمان في حالات التحرش أو إنه ولد بيضايق بنت، لأنه أكيد البنت مش هتروح تريسك نفسها، بس أنا بكلمكم حتى لو في حالات تنمر، في أي حالة شخص تاني محتاج مساعدة، هل أنا بروح؟ يعني حتى يقال إنه في الأجيال اللي فاتت كانت الموضوع ده عالي قوي، لو في أي حد محتاج مساعدة بالذات كمصريين بنلاقي يعني زي ما احنا كده بنقول 1000 من يشيل. ولكن دلوقتي ممكن تتحط في مشكلة ومشكلة كبيرة والناس تتفرج عادي. فعلم النفس اكتشفوا بقى أسباب الموضوع ده لما في 2003 في بنت كانت يعني بيطعنها شخص في الشارع، وكان في كتير جدا من الجيران واقفين ومحدش راح يدافع. عارفة ان انتوا هتقولوا يمكن يا سمية دي حاجة طبيعية عشان هما مش هيرسكوا ان هما يتقتلوا مثلا. لا، انا مش بكلمكم في كده، بس هو حتى محدش كلم مثلا البوليس عشان يلحقها ولا حد لحد ما هي ماتت. يعني هي في اول طعنة كان لسه فيها الروح، لحد ما فضل يطعن لحد ما ماتت وكل الناس بتتفرج. عشان كده عملوا نظرية اسمها تأثير المتفرج أو البايستاندر إفكت، إنه كل ما كان وجود أعداد كبيرة من الناس في موقف في طوارئ، ده هيخلي حضرتك عندك قابلية أقل إن أنت تساعد. ليه؟ لأسباب كتير، بس منها إن في دماغك هتقول أكيد حد تاني هيساعد، ما في ناس كتير واقفة اشمعنى أنا يعني، فأكيد حد تاني هيروح يساعد. فعشان كده كلامنا النهاردة عن إزاي نقدر نقلل من تأثير المتفرج. فكرة إن أنت لما يبقى فيه موقف جلل وحد بيستغيث تروح تساعده، ما تكونش شخص سلبي. ازاي تقدر تقلل من المخاوف والأفكار اللي هتجيلك والسوشيال بريشر، الضغط الاجتماعي اللي ممكن تحس بيه، والناس هتقول عليا ايه، وطب لو رحت وطلع مفيش طوارئ، ومليون ألف فكرة بتجيلنا. وطبعا كل ده هنتكلمه واحنا محافظين على نفسنا، عشان انا عمري ما هروح اقولك مثلا واقول للبنت روحي خاطري بحياتك مثلا ويكون في الاخر لما تروح تساعد تتقتل مثلا. فاكيد هنتكلم على انه كل ده في اطار ان انا بعمل الحاجة اللي قدر الامكان مش هتمس حياتي او كده. فعشان كده سؤالي، امتى اخر مرة شفت رجالة بيدافعوا عن ست في الشارع؟ الحين انا جالي رسائل مستمعيني الاعزاء، والله بحبكم جدا، ولكن انتوا عقدتوني قوي. نانسي حسن بتقول انا ما شفتش خالص، لا حول ولا قوه الا بالله، ان شاء الله خير يا نانسي. ايفا بتقول في حرب 73 يا جماعه، الله يعني واضح كويس ان عملت الحلقه دي عامه. هاجر السيد بتقول ما شفتش والله خالص. لا والله مصدقين، ما تحلفيش والله يا هاجر، يعني تمام.
سوزان زكريا بتقول من 3 سنين في الشارع فيصل في الجيزة كانوا ناس شعبيين بواب ومراته كان بيزعق لها وضربها، والناس لحقوا الموضوع بسرعة. الرجالة حاولوا يهدوه أيوه، وبعدوه عنها لحد ما يهدى. طيب ده شيء لطيف جدا، بغض النظر ان انا اتضايقت واتحرق دمي الموقف، بس تمام. طيب يوسف بيقول انا اتخانقت مع بنتين في الشارع يوم الأربع اللي فات، والرجالة الله يبارك لهم وقفوا يدافعوا عني. انا لا تعليق، الاحسن ان انا ما اعلقش. تمام يا يوسف، مفيش مشكلة، ان شاء الله خير. طيب اظن مستمعينا الاعزاء عرفتوا قد ايه احنا محتاجين الحلقه دي، فتعالوا نروح لفاصل اهدى من الكومنتات اللي انتوا قلتوها، ونرجع نشوف ازاي تقدر تكون شخص مش سلبي في حياتك. فاصل سريع ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على 9 FM، ورابع تجربة بنتكلم فيها عن تأثير المتفرج، أو بمعنى يعني أصح إنه إيه السبب اللي بيخلي حد بيستغيث، بنت بتستغيث، أو حتى راجل بيستغيث ومحدش بيقوم يساعده أو يقف يساعده. وقلت لكم إنه في نظرية في علم النفس ودراسات اتعملت لقت إنه الأشخاص يعني في أي موقف جلل أو في طوارئ أو كده، كل ما يكون في أشخاص كتير متفرجين واقفين، هو هيبقى عنده قابلية أقل إن هو يساعد، وده علشان هو بيبقى في دماغه ما غيري هيساعد. يعني دي مش مسؤوليتي الشخصية إن أنا أقف أساعد، يعني ما في 10 غيري، أي حد فيهم هيروح يساعد. كنت قبل الفاصل بقول لكم نقطة مهمة قوي، ألا وهي إنه الحقيقة إن أنا مش بتكلم بس على تحرش أو الحاجات اللي هي الطوارئ اللي بتكون مرعبة جدا، بس أنا بكلمك كمان في تنمر. بيحصل تنمر، حد بيتريق على حد قدامك، على لونه، على شكله، على أيا كان بقى، والحقيقة إنه حضرتك بتقف يعني تتفرج، ما بتعملش أي حاجة، ما بتدافعش، ما بتاخدش أي ردة فعل. الحين ممكن يكون في سبب لده، وعلم النفس قاله لنا. كل ما كان الموقف بالنسبة لك غير معروف، يعني انت بالنسبة لك كل حاجة حواليك، انت في مكان مثلا أول مرة تكون فيه، الناس اللي بتتعرض يعني للموقف الطارئ ده انت ما تعرفهمش، اللي حواليك المتفرجين اللي حواليك كلهم انت ما تعرفهمش وانت لوحدك، ده ممكن عامة يقلل قابليتنا ان احنا نساعد. لان كل ما يكون في حاجات احنا غير معروفة حوالينا، كل ما البني ادم بيتوتر اكتر، وكل ما يتوتر اكتر ده هيقلل قابليته ان هو يساعد. غالبا يا هيتجنب، هيقوم يهرب، يا هيجيله فريز، هيقف في مكانه ومش هيعرف يعمل اي حاجة خالص. عشان كده اصلا من الحاجات اللي الدراسات لقيتها انه لو انت شخص في الطبيعي بتتوتر بسرعة قوي وبتضغط كده بسرعة جدا، غالبا هتكون قابليتك أقل بكتير ان انت تقف تساعد في أي موقف طارئ. لأنه زي ما قلت لكم الستريس ليفلز بتزيد قوي، معدل الهرمون بتاع التوتر بيزيد جدا، فخلاص بيخليك تقف في مكانك كده أو تهرب. لو انت شخص طبيعتك متجنب، غالبا هتتجنب يعني وتهرب في أي موقف زي المواقف دي. أنا عارفة أنه ممكن برضو ناس كتير وأنا بتكلم يبقوا حاسين ما هو يا سمية، ممكن معظم اللي بيسمعوني مثلا لا عادي، احنا لو لقينا حاجة بنروح وبنعمل وبتاع، ده الناس تاني هي اللي متعملش. أو مثلا حد تاني في دماغه طب ما لو أنا عملت يعني والباقيين يعني يعملوا، يعني أنا واحد من ضمن كام في العالم، يعني لما أنا بقى اللي أقوم وأعمل فيها 7 البرومبا يبقى كده بقى خلاص الدنيا اتحلت. ما هو لو كل حد فينا فضل يقول لنفسه كده، كل حد فينا فضل يقول لا ما أصل لو أنا رحت عملت كذا محدش هيستفيد، أنا مش هغير حاجة. التغيير بيحصل
مع حد صدق ان هو يقدر، حد على فكرة، وخلى اللي حواليه كلهم يصدقوا انه احنا كمان نقدر نجتاز الموقف ده، احنا كمان نقدر نساعد، احنا كمان نقدر كذا. يعني احنا في الدين الإسلامي ربنا سبحانه وتعالى حثنا على انه نقف مع بعض. من اكتر الحاجات مثلا العظيمة جدا في الدين الإصلاح ما بين المسلمين. فإن انت لما تلاقي حد وتساعده، تكبر بخاطر حد، تقف مع حد كان في محنة جامدة جدا، ده عند ربنا سبحانه وتعالى حاجة عظيمة قوي 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 قوي. وانت هنا بتحمي نفسك، لأن انت عندك يعني ولله المثل الأعلى زي ما احنا بنقول كده كبني آدمين رصيد. فانت عند ربنا سبحانه وتعالى يعني كنت فيك اللي مكفيك، وقفت تساعد حد، كنت انت في موقف شبيه ومحدش وقف ساعدك وانت وقفت تساعد، ده كله عند ربنا سبحانه وتعالى متشالة. تلاقي بقى نفسك في أصعب موقف دخلت فيه ربنا معاك، انت متبقاش فاهم اصلا ده جه منين والتسخير جه منين وكل حاجة. وهقول لكم حاجة، انا جايه لكم يعني من داخل مثلا اقدر اقول اكتر اوقات انا حاسه مثلا فيها ان انا ايه ده، انا وقفت مع ناس كتير قوي وقدرت ومش عارف ايه وكده، وعمر ما حد قدرني، عمر حتى ما حد اداني فرصه ان انا ينفع ازعل او انه مثلا يطيب بخاطري او كل الحاجات دي. عندي الشعور ده جدا، بس بقول ما ينفعش اعمم، ما ينفعش اقف. ربنا ما قاليش كده، انا محتاجه اكمل، انا محتاجه اسعى. عشان كده اقدر اقول لكم من اكتر الحاجات اللي حسنت حياتي، خلتني اقدر اكون شخص مش سلبي، ان انا بقيت طول الوقت دماغي بتدور حوالين حاجة واحدة بس: ازاي اوصل للتسليم، تسليم لله. لان انت لما بتسلم حياتك لله، اي فعل هتعمله انا كلي لله اصلا. فلما اشوف حد من عباد ربنا بيستغيث بيا هجري ومش هيفرق معايا حاجة. انا حياتي في ده ربنا سبحانه وتعالى، وبقيت ربنا سبحانه وتعالى، حفظي بقيت ربنا سبحانه وتعالى، كل حاجة. فمش هبقى قلقان من حاجة. فكل حاجة في حياتك بتتصلح لما انت يعني بتحاول كده تقوم وتصحى، لان الموضوع بياخد وقت عشان تعرف ازاي تسلم لربنا. انا بتاعك يا رب، مهما حصل انا ملكك، توديني هنا سمعنا وأطعنا، توديني هنا سمعنا وأطعنا، بكل هدوء. تعالوا بس نروح لفاصل ونرجع نكمل كلامنا عن التجربة الرابعة، وهي بتتكلم عن ازاي ان انت ما تكونش شخص سلبي في الحياة. فسؤالي ليك وليكي، يا ترى امتى آخر مرة شفت رجالة بيدافعوا عن ست في الشارع؟ وأرقام التواصل بتاعتنا 010427894، أو اكتبونا رسائلكم على صفحة الفيسبوك الخاصة بتسعينات اف ام #بوصلة السعادة. فاصل سريع نرجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على تسعينات اف ام، ورابع تجربة بنتكلم فيها عن ازاي احنا نكون يعني إيجابيين مش سلبيين في أي موقف طارئ أو حد بيستغيث فيه. طيب أنا يعني محتاجة بقى أكلمكم في حاجة مهمة قوي. علم النفس طلع منها شوية حاجات وقال لنا يعني إزاي هنا نقدر إن احنا نقلل من فكرة تأثير المتفرج، إن أنا في الآخر أتأثر بإنه ناس كتير واقفة وأخلي نفسي من مسؤولية. فإزاي إن احنا نقدر نقلل ده؟ كانت في واحدة، وهي قصة حقيقية تقدروا تعملوا عليها سيرش، اسمها إليزابيث سمارت. هي اتخطفت من أوضة نومها عندها 14 سنة في 2003. أختها الصغيرة الوحيدة اللي كانت يعني شاهدة على الواقعة، والحين هي يعني خلاص اتخطفت. وكان هو يعني الخاطف ده بياخدها من مكان لمكان، ولكن الحين انه كان دايما بيخليها يعني متنكرة، فمحدش كده عارف يتعرف عليها، لحد ما أختها الصغيرة افتكرت أو يعني بدأت تكتشف إنه هي شافت وش الشخص ده،
وان الشخص ده جه اشتغل، يعني عمل عندهم شغل في البيت قبل كده. فايه اللي حصل؟ انه الميديا نزلت صورة الشخص ده وقالت ان هو خاطف بنت وهكذا. فاللي حصل انه في بقى يعني اتنين متجوزين، اتنين متجوزين واتنين متجوزين، ماشي. شافوا بقى الولد ده الخاطف يعني مع بنتين. البنتين دول هما بيحكوا بيقولوا ما كانوش مستريحين، مش عارفين يعملوا اي كونتاكت كده، عينيهم في الارض. فهم ايه، وشكوا يعني في الراجل ان هو ده نفس الشخص اللي في الصورة. وفي ساعتها كلموا البوليس، والبوليس جه وفعلا اتعرفوا على الشخص وطلع هو الخاطف، وطلعت اللي معاه هي إليزابيث سمارت البنت اللي كانت مخطوفة. الحقيقة انه هما كانوا ممكن يعني اسهل حاجة عليهم انه شكلهم مثلا هيبقى وحش جدا لو كلموا البوليس وطلع مش ده الشخص مثلا، فيكونوا بقى جابوا البوليس لحد هنا ومش عارفة ايه وكده، فيبقى موضوع يعني محرج مثلا جدا. بس هم ما فكروش في ده، هو كل اللي فكروا فيه انه في حد محتاج مساعدة فهنساعده. عشان كده من اهم النقاط بيسموها ان انت يبقى عندك situational awareness، وعي بالموقف، اللي هو انا عندي اصلا وعي باللي حواليا. عشان انا لو مش واعي اصلا بالسراوندنج بتاعي، بالحاجات اللي حواليا، عمري ما هاخد بالي من المواقف الطارئة اللي بتحصل. انا لما بيكون عندي وعي بكون عايش اللحظة، بكون حاسس بكل حاجة بتحصل حواليا. ده بيقلل من اللي انا قلته لكم بقى، من فكرة ان انا حاسس انه انا ايش عرفني هي دي فعلا موقف طارئ ولا لا. طب ما لو موقف طارئ كانت الناس جت تساعد، طب مش عارفه ايه، طب ما يمكن انا كده، وتبدا ايه تقعد تشك في نفسك. فانت لما تكون واعي من الاول، فواخد بالك من بعض الحاجات، من لغه الجسد، من كذا، فلا هتبدا ان انت تقدر تطمن اكتر وتاخد قرار. تاني حاجه انه انت تتغلب على مشكله لخبطه المسؤوليه. بمعنى ايه؟ انا قلت لكم ان سبب من الاسباب اللي بيخلينا لو في ناس كتير واقفين وبيتفرجوا ده هيقلل قابلية ان انت تروح تساعد، عشان انت بتبقى بالنسبة لك دي مش مسؤوليتي انا، ما ممكن فلان يساعد، ممكن فلان يعني احنا مثلا 10 في الشارع، اشمعنى انا اللي اروح اساعد؟ فبتبقى حاسس ان انت مش مسؤول عن ده. عشان كده الدراسات دايما تلاقي انه مثلا لو ست وقعت في الشارع وانت الوحيد الموجود، الشخص انت هتروح تساعد عادي، عشان انت بالنسبة لك مفيش غيري، فحاسس انه انت انا دلوقتي حاسس بالمسؤولية، انا اللي لازم اعمل حاجة. فاللي بقى بيزود الحتة دي، خلاص طب افترضنا يا سمية انا في حتة فعلا وفي ناس كتير وكده، بتقعد تفكر اصلا نفسك، يعني اعتبر محتاج كده تعتبر ان انت الوحيد اللي موجود في الشارع كده. مش بس تعتبر ان انت الوحيد اللي موجود في الشارع، بس بتحط نفسك مكان الشخص. يعني بحس من اكتر الحاجات اللي بتساعد انه يعني تقدر ان انا لو انا مكانها، هل وعمالة استغيث ومحدش بيجي هبقى حاسة بايه؟ وانه حتى لو يعني لو حطيت نفسي مكان الشخص بقى، وحتى لو مثلا طلعت انا مثلا ايه، هي الشخص جالي وشكت في حاجة وطلعت انا لا ما فيش حد عمل فيا حاجة واحنا تمام، بس حاسة ان انا بالعكس لو حد جالي كده وقال لي ايه ده وانت محتاجة مساعدة وانا مش محتاجة مساعدة ولا حاجة، هحترمه مش هتضايق. عشان احنا دايما بنخاف من حتة انه ايه ده ما هيبقى موضوع محرج قوي مش عارفه ايه، لا بالعكس. كان في قصة على السوشيال ميديا قريب، الحقيقة ان هي كانت بتضرب ابنها عنده تقريبا 2 أو 2.5 سنين، عشان تقريبا هو يفتح باب العربية يعني. فهي قامت قالت، حتى كانت بتقول كده في الفيديو، انا زي اي ام مصرية ضربت ابني. ففي ست شافت لقيت الابن بيستغيث بيعيط بيصرخ، فعملت ايه؟ كلمت البوليس بس، ووقفتها وفضلت تقول لها انت رايحه فين مش عارفه ايه كده. فضلت تكلم الابن شويه مش عارفه ايه لحد ما البوليس جه. وكان بيقول حتى انه قعدت تحكي ان حتى ساعتها البوليس قعد يقول انا كان عندي مأمورية وسبتها وجيت من كتر ما هي عماله تقول ان حضرتك هتمشي وانك خاطفه طفل ومش عارفه ايه وكده. كان الكومنتس بقى هنا مقسومه على ناحيتين، ناحيه بتقول انه جدعه، انه الست اللي حتى لو ماشي طلع في الاخر هو دي مامته، بس جدعه ان انت لما لقيتي طفل بيستغيث روحتي كلمتي البوليس.
وناس تانية اللي هو ايه بقى، فاهمة، عارفين بقى جو ايه الهبل ده والحاجات دي. بس الحقيقة انه لا، يعني طب لو الشخص ده، ما انتوا محتاجين نفكر كده، لو الشخص ده بجد بقى كان محتاج مساعدة وحد عمل فيه حاجة وانا كان في ايدي حاجة وما عملتهاش، هحس بايه؟ عارفين زي ما انا بقول لكم كده، حاول لاخر لحظة حتى لو انت اترفضت، بس بعد كده المشاعر الشديدة قوي بتبقى قليلة عشان انا عملت اللي عليا. انا لاخر لحظة يا جماعة بحاول، فمحدش يجي جنبي. كمان تالت حاجة اخدوها من الموضوع ده انه يبقى عندك شجاعة أخلاقية. شجاعة أخلاقية دي معناها ان انا يعني بروح اساعد حتى لو انا خايف من النتائج السلبية اللي هتعود عليا من الفعل اللي انا هعمله، او ان انا هروح اساعد مثلا حد معين. والحقيقة ان انا بحس هي فعلا ده اللي بيحصل كده، قلت لكم هي دي اهم حاجة، ان انا جوايا حط في دماغك ان انت الوحيدة اللي في ايدك الحل، او ان انت تروح تساعد الشخص. هي دي بجد الحاجة الوحيدة اللي هتخليك تعمل كده. يعني انا في فترة من الفترات لما كان ناس كتير قوي بتتنمر عليا في المدرسة كده، وانا كنت ببقى خايفة جدا ان انا ارد، فقعدت بقى في فترة اللي هو ما حدش هيدافع عنك، فخلاص ورديت. وبعدين بقى انت لما بترد وتلاقي انه ايه، انه ردة الفعل اللي هو بجد مثلا هم اتخضوا او حاجة شبه كده، وفي نفس الوقت من غير ما قلة ادبي ومش عارف ايه، بتثق في نفسك اكتر. فبتلاقي فموضوع بيجي مع التدريب، يعني انت تقدر اصلا تبدأها بحاجات ليها علاقة مع نفسك، حاجات مثلا حد قريب ليكي، مواقف كده صغيرة، وبعدين هتلاقي ان مع التدريب الموضوع بيبقى اسهل بكتير، وان انت تبقي المخاوف اللي جواكي والتردد وكده بيقل مع الوقت، المخ بيتعود. واخيرا وحاجة مهمة جدا، الثقة في حدسك. يعني فكرة ان انا مثلا انا حاسس ان في حاجة غلط، الدراسات بتقول ان الشخص اللي بيثق في حدسه ده غالبا هيروح يساعد. انما لو انا مش بثق في نفسي، انا كده كده لا، انا ما اقدرش اعمل حاجة، انا اصلا ما عنديش ثقة في مشاعري في الطبيعي، فاذا ده عمره ما هيخليك شخص اكتف، شخص ايجابي في المجتمع. عامة دي كانت اهم النقاط اللي انا حابة اقولها لكم النهاردة، وبإذن الله استنوني في حلقة جديدة من برنامجنا بوصلة السعادة مع سمية أيمن على 9 FM، وتجربتنا ال5 من ضمن 12 تجربة. يومكم جميل.